ازيك؟ كابتن طارق، ازي حضرتك؟ ازيك يا جميل، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا كابتن، ربنا والله انا يخليك. معايا خبر ان الزمالك في انتظار مندوبي نادي نابولي، وان نادي نابولي بالفعل قرر ان يضم شيكابالا بمبلغ 1,800,000 يورو. صحة هذا الكلام يا سمير؟ وهل تعلم شيئا عن هذا العرض ام لا؟ هو انا طبعا يا كابتن في اول حاجه انا نفسي شيكابالا يلعب في نابولي. يلعب ايه؟ نلعب في نابولي، دي امنيتي وامنيه والله اعتقد امنيتنا حضرتك كلنا. وامنيه كل يعني الزملكاويه. امنيتنا يا كلنا ريت. كمصريين. اه. اه امنيتنا، يعني النادي لعب فيه مارادونا، والنادي بالظبط. واخد الكاس السنه دي ويلعب اول ماتش معاه كاس السوبر. فانا امنيتي ان فعلا شيكابالا يلعب، لكن انا شخصيا على نفسي انا سمير عبد التواب. اه انا ما فيش حد من نادي نابولي رفع سماعه التليفون او بعت لي فاكس او بعت لي اي حاجه تخص شيكابالا. اه بس يعني لكن انا يعني انت لا انا يعني ما اتفضل يا كابتن. يعني اللي انا اعرفه يا سمير ان اي حاجه تخص شيكابالا هتبقى عن طريقك المفروض يعني. هو الطبيعي، لكن انا ما فيش حد من نادي نابولي جه واتكلم. تمام، ان كان في بعض الوسطاء المصريين قالوا ان هم جايبين نادي نابولي. ف يعني مش انا مستني برضو معاهم كلهم طيب ان هل الموضوع شيكابالا يتم. يعرف حاجه عن الموضوع ده يا سمير؟ موضوع اه العرض يعني يعرف. عموما؟ اه يعرف ان في نادي نابولي بعت عرض للزمالك على حسب لا ما يعني بعض حد يكلم الوسطاء. شيكابالا مثلا؟ ممكن يكون حد يكلم شيكابالا من نابولي، من لا الوكيل من ده نادي نفسه؟ نابولي ما فيش حد، هو الوسطاء برضه هم اللي كلموا شيكابالا برضه. اه وقالوا له ان في نابولي، في الاستاذ محمود نصار هو اللي كان بيتكلم في الكلام دوت. هو كان قابلني مره وقال لي ان انا جايب نابولي، وبعدين اتكلم مع شيكابالا برضه وقال له في نابولي، لكن يعني مش ولا انا ولا شيكابالا اللي جايبين العرض، هو الاستاذ محمود نصار هو اللي جايب العرض. يعني انت وهو لا تعلم شيء وشيكابالا يعني لا يعلم شيء، فعموما اه الموضوع. احنا عرفنا من نادي الزمالك امبارح ان هو وافق. فاحنا نفسنا الديل يتم، لان دي طبعا هتبقى يا حاجه رب حلوه يا جدا رب. لشيكابالا وحلوه جدا لنادي الزمالك يعني.